المهم انت تجي ويدخلك عليه ويريحوا تابوت وما في حاجه جوا، لكن عامل له قطيفه كده، ها، دلقانه خضار ناعم والله زي، ويعمل له تلج ومحلبيه وصندليه والقبه كانك انت في الرياض والله زي يخرج ويقول شايف ريحه ابوي دي حلوه كيف؟ ريحه ابوك حلوه دي، ريحتها انت، امرق ابوك خلينا نشوفه فهمت؟ وخش جوا تابوت وثنيه شن ابوي الشيخ اصبحت شديد، وكان اصبح شديد ما يقوم ياكل له برجر ده شديد انت مستعمل، لكن انت بتصدق المجرم ده مجرم، وتجيب لك تراب تشيل لك قريب 300 درجه، تجي راجع عليك بحبه تراب ياكلها الزول ده، ما ده تربيه الوسخ ده، الماسك المفتاح تربيه العفن، البحره تدل على البير، يقوم يديك حبه تراب تخبط له 300 يقول لك يا جماعه والله كان ما انت مبسوط عربيتك، والله كان ما انت انا ما بديها، لانه ده انا مرقتها من نافوخه من راسه جبتها منه، هذه بركه جبتها من جوا بقى من برا، وبعدين يشيل 300 وانت تقول عليك الله زدنا حبه يقول لا ما افطرين، هو قال له التراب 200 جنيه يجي شايل لي حبه بتاع التراب بقى عليه المجرم ده والله صحيح، ويدردرها في البيت وفي الاولاد وفي العربيه وفي الشاي والقهوه، لما يعمل له فشل كلى ويموت الله لعنه مجرم. يبقى ده دي ممارسات الجاهليه، بيعتقدوا في القبور، ولذلك النبي عليه وسلم يعني حذر في بدايه الامر عن زيارة القبور لغايه ما وحد الناس، لانه دي كان يبغى الجاهليه. النبي عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور بعد في بدايه الامر، لانه الجاهليه ارتبطت بالقبور، والان موجوده نفس الجاهليه على حساب الاسلام. الا فزوروها فانها تذكركم، فالجاهليه كان بيعتقدوا العقيده دي، بيعتقدوا في هؤلاء الناس بحكم انهم صالحين، واعطوا هؤلاء حق الله وتقربوا لهم بعبادات كثيره منها الدعاء، ودي شرك. القضيه الاخرى قضيه ما اهل به لغير الله، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فكان بيتقربوا للالهه بتاعتهم بتاع القبور بذبائح. عشان كده الله قال انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. ما اهل به لغير الله ده لانه كان في الجاهليه موجود، والان يمارس على حساب الاسلام. ما اهل به لغير الله كان بينذروا للزول لله ولآلهتهم، فالواحد ينظر يقول اذا كان انا مشيت وجيت بذبح لك يا الله تحفظني لحد ما امشي وجهي. نفس الشغلانه الان في ناس بينذروا لغير الله في البلد دي، ويربطوا هذا بالذبح وما يتقرب به في باب ما هو لغير الله. فواحد تلقاه مثلا طقته مرضى، والله صحيح طقته مرضى، والشافي هو الله، واذا مرضت فهو يشفين. اذا دار ينذر لله، فهمت؟ النذر لله مشروع، لكن يقوم يشيلوا نذر يقول لك ابوي الشيخ احمد النيل انا عندي وجع ظهر شديد، لكن كان راح ليك باربع، ونذر لغير الله وانا ما نذر. النذر بيجي بهذا، الله قال اذ قالت عمران ربي اني نذرت لك ده لابنه لحمد النيل لبراي لك لله، ينذر لغير الله، ينذر لغير الله ويشيل الخروف بعد ذاك، او يشيل العنبلوق ويمشي يوديه ويتقرب به وذاك يذبحه. وقلت لك في جماعه في المقابر حتى بأحمد النيل ساكنين وبياكلوا شيء جواه من وين؟ ما في واحد اهبل بيجي مشرك بيجي شايل له خروف اهل به لغيره، وده بعدين يذبح الخروف وقاعدين والشيء شغاله، وبعدين تساله انت المقاعده كده شنو؟ يقول لك والله انا قاعد في جوار ابوي ده. بتشتغل شنو؟ يقول لك والله ما شغالين
لكن امورنا ماشيه، وفعلا اموره ماشيه، بياكل حرام، وبعض الناس بياكلوا حرام يعرف انه غير الله فياكلها. فالذبح لغير الله يمثل شركا على الجاهليه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لله، تنحر لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسك ما يتقرب به من بهيمة الأنعام، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالناس دول كان بيذبحوا لغير الله، عقيدتهم كده، بيذبحوا للآلهة وبيربطوا هذا بالنذر. عشان كده النبي عليه وسلم لما جاء رجل في حديث ثابت بن الضحاك في المسند قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، حدد مكانا هذا الصحابي. ولذلك النبي عليه وسلم قبل أن يفتيه وجه إليه أسئلة حتى تكون الإجابة على بصيرة. قال هل كان فيها وثن يعبد؟ المحل اللي انت داير تطبح فيه ده بوانا فيه وثن يعبد، والوثن ممكن يكون قبر، لأن النبي عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن خلاف الصنم، لأنه الصنم يلزم يكون على صورة، والوثن لا يلزم انه يكون عنده شنو؟ صورة مجسدة بتاعت يعني زي الصنم. فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ في محل بتاع رقيص وكده وبيانات، البيان بتاع الصوفيه، بيان عيد من الجاهليه، بيان للشيخ بتكه الى اخره. هل كان فيها عيد؟ قال لا. قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله.